وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، كل باسمه وجميل واسمه، أحييكم وأحيي محياكم، طبتم وطاب الممشى وتبوأتم إن شاء الله من الجنة مقعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نستأنف دروس موطأ الإمام مالك، ونتدارس هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا، وهو يعد من أقدم الكتب المطبوعة التي وصلت إلينا إلى هذا العصر. من أقدم الكتب موطأ الإمام مالك، واخترنا موطأ الإمام مالك لأنه إمامنا وإمام دار الهجرة. مالك نجم السنن، والرواية رواية مالك، والحديث حديث مالك، والفقه فقه مالك. وقد توقفنا في السنة الماضية عند آخر يوم منها أنهينا كتاب الجمعة، وبقي لنا كتاب الآن كتاب الترغيب في رمضان، وهذا الذي نبدأ به هذا الموسم إن شاء الله. نسأل الله أن يبارك في الأعمار ويبارك في الأوقات ويبارك في الأعمال. قال الإمام رحمه الله: حدثني يحيى عن الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوجه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاة الناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثرها الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعت، ولم يمنعني من الخروج إليهم إلا أني خشيت أن تفرض عليهم، وذلك في رمضان. هذا الحديث ذكره الإمام مالك من طريق ابن شهاب، وقد دائما تمر بنا ذكر ابن شهاب في الموطأ ونذكر نسبة أو مفتاحا من سيرته وترجمته، لأن ترجمة الإمام ابن شهاب الزهري لا يمكن أن تحويها حلقة أو حلقتين أو محاضرة. هذا الإمام جبل في السنة، وبه حفظ الله سبحانه وتعالى الدين، وهو أول من جمع السنن بشكل رسمي، آمرا له عمر فجمع الآثار والأحاديث في الدواوين، هو أول من جمعها. يوم من الأيام كان الإمام الزهري رحمه الله عازما على ألا يحدث أحدا من الناس، أي لا يجلس إلى مجالس التحديث. وهذه الصنعة عند أهل الحديث أنها من باب تأديب الطلاب، إذا رأى من الطلاب ما يريبه أو ما يشينه يمسك عن التحديث. جاءه يوم من الأيام أحد الرواة يقال له حسين ابن عمارة، فقال له: حدثني. قال: لا أحدث. قال: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك، إما أن تحدثني، تختار أنت أن تحدثني بأحاديث، وإما أن أحدثك. قال: ألم أقل لك إنني لا أحدث؟ فحدثني. فقال حسين بن عمارة: حدثنا الحكم بن عتبة قال: سمعت علي بن الجزرة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول، هذا قول علي رضي الله عنه، يقول: إن الله ما أخذ على أهل الجهل الميثاق أن يتعلموا إلا وقد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا، فأوقعه في حيث ضيف. هذا الطالب كان ذكيا في إيجاد المفتاح لابن شهاب حتى يفتح ابن شهاب. قال: إن الله سبحانه وتعالى، علي بن أبي طالب، ما أخذ الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وقد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا. وهذا مصداق لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. هو سيسأل، ولكن من الذي يأخذ الميثاق على من سيعلم؟ فتراجع الزهري عن قراره وحدثه ب40 حديثا. هذه منقب الزهري، لم يكن يتجاوز 3 أحاديث في اليوم، لا يتجاوز. الطالب النبيه والطالب الذكي يعطيه 5 أحاديث،
بسبب هذه الرواية، بسبب هذا المفتاح، حدثه ب40 حديثا بسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن شهاب عن الزهري، عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير. ذكرنا قصته في السنة الماضية، وأنه إمام علم يعني من شيوخ الإمام الزهري رحمه الله. يقول: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ذات ليلة فصلى بصلاة الناس. صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس. أول حكم استنبط في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي، ثم بعد ذلك جاء الناس فاقتدوا به من غير أن ينوي النبي صلى الله عليه وسلم نية ماذا؟ الإمامة. فاستفاد العلماء حكم جواز عدم نية الإمامة لمن كان في النفل. يعني يجوز للإنسان أن يتقدم للإمامة من غير نية الإمامة. هذا مستنبط من هذا الحديث. وتعلمون أن نية الإمامة في مذهبنا أنها لا تكون إلا في 4 مواضع، يعني 4 مواضع فقط. الموضع الأول الذي يجب يعني أن تكون فيه نية الإمامة وهو عند صلاة الجمعة. إذا صلى الإنسان وأراد أن يخطب بالناس فلا بد أن ينوي ماذا؟ نية الإمامة. الموطن الثاني الجمع، إذا أراد أن يجمع بين صلاتين، يعني بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فلا بد على الإمام أن ينوي نية الإمامة. الموطن الثاني عند الاستخلاف، يعني عند الاستخلاف مثلا الإمام يعني أحدث أو انتقد وضوءه أو تذكر صلاة أو غير ذلك فخرج، فله أن يستخلف غيره. ذلك المستخلف يجب عليه ماذا؟ أن ينوي الإمامة. لماذا؟ لأنه كان مأموما، فلا بد أن يغير النية إلى ماذا؟ إلى الإمامة. الموطن الرابع والأخير عند صلاة الخوف. هذه المواطن ما عداها لو إنسان صلى، كان مثلا خاصة ما يحدث لكم في السفر، تكون تصلي ويدخل معك أحد، لا يشترط أن تنوي نية الإمام إلا عند المواطن ال4. هذا أول حكم يستنبط من هذا الحديث. ماشي. ثم صلى ليلة قائلة فكثر الناس، يعني كثر الناس، انتشر خبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، شاء بين المدينة، الصحابة أخبروه فانتشر هذا الخبر. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة. الشك في رواية مالك والجزم في صحيح مسلم أنها الليلة الرابعة، والجزم في صحيح مسلم. أشكل على هذا الحديث وألغز عليه عدة ألغاز، يعني الحديث فيه ألغاز. أولا صلاة التراويح هل هي فرض أم أنها نفل؟ أنها نفل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فكيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غير مكتوبة في المسجد؟ يعني النبي لما أراد أن يرشد الناس، أراد أن يرشد الأمة، قال أفضل صلاة المرء في بيته على الإطلاق إلا المكتوبة. كم يعني الصلاة في المسجد تكون 5، لكن النبي صلى التراويح أين صلاها في المسجد، وهذا أول إشكال. ذهب الجمهور الحنفية والحنابلة والشافعية قالوا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وصلاة قيام رمضان تستثنى. يعني صلاة قيام رمضان تستثنى،
ويبقى الحديث يعني يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، يخصصه هذا الأثر حديث عائشة. المالكية لم يرصدوا هذا المسلك ولم يسلكوا هذا المسلك، لأنهم رأوا أن عدم التقدير أولى، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى في بيته، لكن ليس بيته حجرته، وإنما اتخذ حجرة، يعني اتخذ مكانا، واتخاذه للمكان يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه متلبس بعبادة. أي عبادة كان متلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبادة الاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم متلبس، والمعتكف لا يخرج، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكان يصلي النفل، ليس لأنه صلى النفل ابتداء وإنشاء. هذا أول حديث يشكل على هذا الحديث، وبقي الحديث على عمومه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حتى الشيخ خليل ماذا قال؟ وندب الانفراد بها وبجماعة ما لم تعطل المساجد. الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى ماذا؟ في البيوت، هذا هو الأفضل. قال مالك رحمه الله: وقد أدركت ربيعة الرأي شيخه، وأدركت عبد الرحمن بن هرمز وغيرهم، يعني علماء المدينة، يصلون صلاة قيام رمضان في البيوت، وأنا أصليها في بيتي. الإمام مالك رحمه الله كان يصليها في بيته. والشيخ خليل ذهب إلى التأكيد صلاة التراويح، جعلها سنة مؤكدة. بعض فقهاء المالكية قالوا أنها ليست مؤكدة، أنها مندوبة. لماذا الشيخ خليل ذهب إلى التأكيد؟ يظهر والله أعلم لم يجيبوا عليه الشراح. احنا الكتاب الذي قبل صلاة التراويح كتاب الجمعة، وبعدها مالك دار كتاب الترغيب في رمضان مباشرة. هناك سنن آكد منها: صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، أولى منها. لكن مالك رحمه الله قدم صلاة رمضان. لماذا قدمها مالك بعد الجمعة مباشرة؟ هنا استلهم الشيخ خليل أنها مؤكدة، ولم أقف على نص الله، كأنه استنباط، يعني لم أقف على نص الله، كأنه يعني هنا استلهم أنها مؤكدة، وغيره من الفقهاء ذهبوا أنها مندوبة فقط.